تفضل طلع بس باختصار شديد، انه من بصراحه اليوم مشاهده كريستيانو رونالدو هو بغادر بهذه الطريقه امر مؤذي، ولكن الان مش وقت نحكي هل اختار ما اختار، الوقت الصحيح مش الوقت الصحيح. كريستيانو رونالدو الموسم صعب جدا عليه، الظروف صعبه جدا عليه، لم يشارك اساسي، جلس على الدكه، خروج بهذه الطريقه، كل هذا الشيء ما بيمسح تاريخ كريستيانو رونالدو ولا يمسح سطر واحد من اسطوريه كريستيانو رونالدو، واحد من اهم النجوم اللي داعبوا كرة القدم ومن أهم أساطيرها. تفضل يونس محمود. عبال أحمد. خالد طبعا أكيد كريستيانو رونالدو مهما يكون. اليوم شفت واحد بالفيسبوك كاتب كلمات طيبة خليتها قبل نزلتها بتويتر يمي، إنه دهر أفراحكم بلقطة واحدة كلها صارت يعني تحكي عليه، أو يعني دائما النجوم لهم مكانتهم. احنا من بدايه البطوله قلنا انه كريستيانو ميسي دول اللاعبين لهم وضعيتهم ولهم مكانتهم، يعني الجماهير تحبهم. اليوم الكل يعرف اليوم الجماهير العربيه كلها راحت تشوف كريستيانو، لكن تعرف فريق مغربي عربي فكلها صارت ويا المغرب. تعرف احنا يعني مهما يكون ما نقدر احنا يعني مهما يكون نجوميته، لكن احنا عندنا بلد نحسه بلدنا يعني ان نشجعه. لكن هذا ما ينسى ما يغير من انه اكو احساس داخلك انه نجم اليوم طلع بهاي الطريقه. لكن اللي عجبني بكريستيانو طلع بهدوء، كل الامور اللي صارت والضغط اللي صار عليه والكل يعرف انه لديه مشاكل مع بعض اللاعبين، هاي باينه وجليله للجميع. لكن هو طلع باحترامه وعرف حجمه وقدره، لا سوى مشكله لا سوى هذا، طلع طبيعي. تعرف مرات النجم يعني يكون عنده رد فعل قوي، لكن هو يعني نشوف حتى اللاعبين المغاربه جاوا يواسونه، يعني يحسون بحجمه. هذا الشخص لا ننسى خالد، كثير من الاجيال الموجوده حاليا هي تقلد رونالدو وتمشي بها، واكو لاعبين يلعبون ضده يقلدونه، فكيف اذا كانت ناس ما تصل يمه؟ فكريستيانو ميسي دول لهم قيمتهم عند الشعوب، يعني مو بس بلدانهم كبرتغال او ارجنتين، حتى الشعوب. يعني احنا كريستيانو الظاهره لحد الان احنا نضرب به المثل، مع العلم هو بطل صار له تقريبا 7 سنوات. اكو بعض اللاعبين خالد لهم قيمتهم ولهم مكانتهم، فيكون لهم الاحترام. بالعكس انا اقدر شخصيه رونالدو، ميسي، كثير من اللاعبين الصف الاول النجوم احنا نحترمهم ونقدرهم ونكلهم المكانه اللي نعم. اعتقد تمتعونا لما يقارب لمده 15 16 سنه واحنا نستمتع بهم. لكل زمان دوله ورجال. يونس بونو في نفس الوقت اللي رونالدو قد يكون انتهى عهده مع المنتخب البرتغالي على اقل تقدير، لكن هناك بونو الرجل العظيم الاسطوره الحارس المرمى المغربي. بصراحه بونو انا بشكره يعني خالد ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه احنا نقول. نعم يعني مو هيك هذه اللقطه خالد اللي سواها كريستيانو توحي انه كريستيانو صرح قال انا ممكن راح العب امام لو الانجليز لو فرنسا العب اللعبه القادمه، والمدرب ايضا قال انه المباراه سهله، فالمغاربه فاجئوهم من دخلوا بالمباراه. انت حتى شفت يعني اللاعبين يعني انضغطوا هم، يعني حسوا المباراه صعبه صارت عليهم. على اي اساس يصير الكلام هذا؟ انا بقول لك انه كانوا متوقعين المباراه سهله. لا انا كمدرب ولا كلاعب ما اتوقع هذا الكلام. تدري ليش؟ لان انا لعبت معاه اقول لك بلجيكا وكرواتيا وكندا واسبانيا. هم صرحوا عبد الله قابلان جاب من جيبي؟ لا انا اقول لك انت هذا التصريح هم صرحوا هم خطا. لا انا اقول لك لما انت عبد الله هو خطا بس على اساس الحق. انا ادري بس اقول له شوف انا غلطان. شوف لا خالد بس كلمه واحده، لما انت تتساهل يعني تتساهل المنافس تحمل النتيجه. وهذا هو هذا اللي نقول. نعم خلصنا كلام عن المنتخب المغربي. كل واحد قضيه الناس قليل انت فايز اليوم. انا ما رونالدو من اي جزيره، من جزيره ماديرا. جزيره ماديرا هي اقرب للمغرب من البرتغال وعنده علاقه وطيده مع المغرب رونالدو، بالتالي لا اظن انه يمكن يستصغر. اسمح لي سامة، هو مش كل اجازاته عندكم بالمغرب؟ يجي من كان فريق مدريد في كل مباراه يروح البراكش، كل مباراه
ليش اجازاته دائما هناك. ليش عنده مشاريع في المغرب، عنده مكان عنده مشاريع في المغرب، عنده مشاريع دائما زياره مع عائلته، دائما مع عائلته عندكم. احنا كان دائما اصدقاء جميع المغاربه يلعبوا معه. لعب مع اشرف الحكيمي في ريال مدريد وكان صديقه، وكان مع ابن عطيه وكان صديقه كذلك في يوفنتوس اليوفي في جوفنتوس. اوكي كان صديقه كثير. اوكي بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. خلصتوا حديث عن المغرب؟ خلي يرتاحون. يعطيكم العافيه. ممكن اطلب منكم ان نقف جميعا تحيه لرجال واسود الاطلس. ليش لازم نقف؟ يحطوا لنا السلام الوطني المغربي.